يعني ألف على دال محكمة الميدان. قالوا لنا انتم فايتين على صيد نايل احمر، رؤوسكم لا ترفعوها، يلي بيرفع راسه بيموت. هو قاعد بيضرب، اجى العظم طق زع عن بعضه. خلص اني معترف، اني قتلت واني فعلت واني يعني جسمي ما عاد يحمل ضرب. صوت الحق، صوت ناس انظلمت سنين بالسجون تحت ظلم وتحت حكم النظام البائد. اجا اليوم لنحكي فيه قصص هي الناس، اجا اليوم لنحكي وجع هي الناس. بشار جاموس سجن في سجن صيدنايا لمدة 5 سنوات. حبينا اليوم نلتقى فيه لحتى يحكي لنا قصته. السلام عليكم ويعطيك ألف عافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية مبارك تحرير سوريا والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، بارك الله فيك. أخ أبو عمر، خلينا نحكي بداية كيف تم الاعتقال؟ بعام 2020 ب 17/1 كنت متواجد من مدينة داعل في أحد المقرات. إن وصلنا خبر مقرات للجيش الحر. نعم. وصلنا خبر إنه العمل العسكري بده يداهمنا، وكان محاصر المكان وما قدرنا نطلع منه. نعم. واشتبكنا معه لمدة ما يقارب 7 ساعات. كنا 21 واحد، انقتل مننا 4، صفينا 17. ما ظل معنا ذخيرة نقاومهم. أي خبرونا الكبار انه مثل الكبار يعني بالحي عندنا. نعم. انه بيعملوا لكم تسويات، سلموا. احنا مضطرين نسلم لانه ما ظل معنا ذخيرة الخالص نقاوم. سلمنا وقاموا اسرونا وحولونا على الفرع 265 بدرعا. تم الاسر مقابل على اساس انه يصير في تسويه. أيه. نعم. حولونا على الفرع 265. مكثت يومين بال 265. حولنا على سويدة كمان 265 الإدارة هنيك. تميت 8 أيام. قام فرع سويدة بتحويلي على الفرع 248. خلال هاي ال8 أيام صار في أجريت معكم تحقيقات؟ لا ما أجروا معنا أي شيء، فقط لا غير. هم كاتبين اللي بدهم إياه ومنسقين كل شيء، يعني كانوا بس أبصم. نعم. حولنا على الفرع 248. كمان ضليتني يومين ب 48. حولني على فرع مخابرات جوية مطار المزة، فرع المهام. نعم. ضليتني هناك 4 شهور. هناك كان التعذيب. نعم. خلال هال4 شهور احكي لنا شو صار. 4 شهور دخلت، كان بيان تفريغ معلومات، يعني تحقيق. أول دخولي على المنفردة طبعا مباشرة بعد ما كانوني نازل بالدرج. من كثر الضرب جسمي بطل يبين من الحمار من كثر الدم. أنا واللي معي وزعونا على المنفردات. بعد 3 أيام طلبونا على التحقيق. صار يطلبونا واحد. نعم. طلبني الساعة 1:30 بالليل على التحقيق. يعني أنا هو ما أسمع منهم، يعني ما يعني تقديرا للوقت هيك. شبحني بالعكس بجري لفوق وراسي لتحت. بقعد يسألني أسئلة. في تسجيلات فيديو باقتحام أحد الألوية بمدينة الشيخ مسكين محافظة درعا. بقول لي أنت هلا جرم الإرهاب ثابت عليك، بس في عندك الفيديوهات تاعي فيها عساكر مقتولة وكذا. انتوا يعني الجيش الحر هو اللي قام بالتصوير معهم الجيش الحر كان قايم بالتصوير. نعم. ومنشور على اليوتيوب. نعم. هم ساحبينه من اليوتيوب. نعم. طبعا هي صرت موجودة عندهم. صار يدوروا بالتصوير وكذا هيك، لقوا بعض المقاطع اللي احنا مشاركين فيها. نعم. بيخبرني المحقق اسمه ابو سليمان، بعدني بتذكر اسمه. بيخبرني انه هاي العساكر اللي بالارض انت قاتلها. قلت له لا سيدي انا ما قتلت. يعني كنت احد مقاتلين يعني جبهة وكذا. نعم. واحنا دخلنا على اللواء واخذنا عليه، سيطرنا عليه. وكانت العساكر من القصف التمهيد المدفعي ميته. يعني في عندك مضادات ثقيله. هيك بلشت اشرح له في عندك مدفعيه عم ترمي راجمات كذا. العساكر مو شرط انه احنا اشتبكنا معهم وقتلناهم، لانه الجيش بشكل عام ما كان يوقف قدامنا. المنطقه كنا نفوت عليها الجيش ما يقدر يصمد قدامنا له دقيقه واحده. هذا الشيء معروف. لا قال لي بدك تبصم، هذا اثبات، هذا فيديو موجود، الفيديو على اليوتيوب. بدك تبصم
انك انت قتلت العساكر هذول. من كثر الضرب وكذا قلت له يا سيدي ببصم، بصمت. نزلني على المنفردة 4 شهور كاملات، 120 يوم طلعني من المنفردة على التحويل خالص. أكل وجبة واحدة باليوم، يعني نص خبزة هيك، بندوراي صغيرة، شوية هيك برغل أو رز، بس فقط لا غير. هذا الأكل كان. مي مرة واحدة باليوم. اليوم كامل؟ ايه باليوم كامل، مرة واحدة باليوم. طيب في حال إنه أنت بدك مثلا تقضي حاجة؟ عندي بقلب المنفردة. نعم. ايه. كانت النوبة بالمنفردة، يعني هذا كل يمكن بشكل عام كل مين اعتقل بالمهام بيعرف هذا الشيء. المنفردة تقريبا شيء 1.5 متر ونص، جورة تواليت بالنص كانت، يعني الإنسان ينام عليها وكل شيء على 24 يعني. هذا اللي كان صاير. خلص المهام معي، طلعني بصمت على التحويل، رجعني لل 48. كمان ظليتني يومين بال 48، حولني على فرع فلسطين. نعم. فرع فلسطين كان هو عبارة عن تثبيت يعني وكذا، بس يعني التحقيق اللي كان جاي من مطار المزة ما اكتفى بيه، رجع عاد التحقيق من فترة يعني ما يجاوز 6 شهور ظل يحقق معي. ظليتني موقوف بفرع فلسطين بالمنفردات. نعم. نعم، منفردة 17. أي بفرع فلسطين كانوا يطلعوني كل يوم الساعة 7 الصبح على التحقيق، ضلني 3 ساعات واقف على الدرج لحتى وصلت الدور اللي احنا بالقو. طلع الطابق الأول. قد ايه كان عددكم تقريبيا؟ كل مهجع كان يكون فيه 100 أو 150، في 20 مهجع بالسجن قلب السجن، يعني في شيء 2000 سجين بس فرع فلسطين تحت. نعم. استنى على الدراجة، طلبني المحقق تبعي، كان يذكروا رئيس المحققين اسمه حنا. كان ينادي لي بكنيتي يقول لي يا جاموس ترى كل شيء ثابت عليك، ما في داعي تنكر او شيء. قلت له لا سيدي خلاص، انا جيت معترف من مطار المزة وعارف مصيري وين. ما في داعي، خلاص انا معترف، انا قتلت واني فعلت واني يعني جسمي ما عاد يحمل ضرب، يعني جسمي ما عاد يحمل ضرب بالمرة. اثناء التحقيق بفرع انا مشبوه بالحيط وعم يضرب، يعني جسمي ما عاد يحمل ضرب. يعني وصلت بمرحلة بده اسمع عالم مني. قلت له امي كانت مسلحة، ما عاد فيني صراحة، ما عاد فيني. صح. بيسألني عن أخوي، قلت له أخوي متواجد بإدلب، ما يعني كان قيادي كبير بمحافظة درعا، متواجد بإدلب. وسألني عن أخوي الثاني، قلت له أنتوا قتلتوه نهار الاعتقال يعني. سألني عن أخوي، قلت له أنتوا قتلتوه قدامي يعني، أخوي مات قدامي. يقول لي لا أخوك مش موجود وكذا، وموجود عندنا على البيانات مش ميت. قلت لكم فيكم تتأكدوا من الدورية اللي دهمتنا وأخذت جثته. هي نزلني على المنفردة، غاب عني تقريبا شي 90 يوم. رجع طلعني قال لي شو بدك تعترف لي؟ قلت له يا سيدي أنا معترف بكل شيء، أنا بعترف لك بكل شيء، يعني شو بتقول لي السنيات أنا بعترف لك بيه، شو بدك أنا ببصم لك، أعطيني أكتب لك، مع إني ما بعرف أكتب. هيك بالحرف الواحد حكيته. غاب عني كمان، رجع نزلني 20 يوم طلعني. كان في عندهم تخت هيك، قال لي أنت الشبح ما عم بيشتغل معك، حطني على التخت، ربطني من كل الجهات، واحد يضربني على ظهري من هون وواحد يضربني من هون. ما انت معترف؟ اي معترف، بده يعني احكي شغلات كمان، يعني بدي يعني اعترف على ناس. انا قاعد بقول لك انا اللي فعلت، عم يسالني عن عده اشخاص. نعم. الاشخاص هذول ما بعرفهم، يعني ما بعرفهم، لو كنت بعرفهم ما فيني اقول له، يعني ما فيني ابليهم. هذا اللي كان صاير معي. وبالنهايه طلب منك تعترف على اشخاص ما إلها ذنب، ما لها ذنب، ما لها نعم. ذنب. يعني وصلت بتقارير انه فيهم كذا واني على صله فيهم وكذا وهيك. قلت له لا هالحكي مو صحيح. جاب لي سجل مكالمات، قال لي انت باقي تتواصل معهم؟ قلت له ايه بتواصل معهم اني، بس هذول اشخاص عاديين مدنيه، يعني ما لهم علاقه ما لهم علاقه بالحرب على الخالص، يعني اشخاص مدنيه. يعني انا بيوم من الايام يمكن دق لاختي، يعني معقوله تكون اختي معي شريكه بالسلاح وكذا وهيك؟ هذا سبيل الكلام. بدي يعني اعترف على 10 اشخاص، ما رضيت اعترف له، ما رضيت اعترف له. شو صار بعد؟ بعدين قال لي خلاص عندك رحله لورا الشمس. قلت له صيدناي الاحمر مباشره، كنت عارف يعني انا مجال الميدانيه او ما كنت اسمع من الناس، كنت عارف التحقيق تبعي. نعم. قال لي عندك رحله راح اغيبك ورا الشمس فتره، روح ابى راجع. قال لي بعدين. قلت له تحت امرك سيدي. قال لي ابصم. نزلت، هذا بعد 6 شهور. نادى علي المحقق
اجى السجان فتح علي شراقة، قال لي بشار جاموس جهز حالك. تفاجأت يعني، كان يفتح علي شراقة يكب علي مي بضرب وكتل ويمد ايدك تيكسر لي ايدي. قال لي جهز حالك. والله طلعت، قال لي امشي ارفع راسك، بالعادة نزل راسي. مشيت طلعت، وصلني على الجماعيات. يعني أنا ميداني ممنوع أفوت على الجماعيات بين الناس، يعني جرمي إرهاب، ممنوع أفوت على الجماعيات. فوتني على الجماعيات، فت على مهجع 5 فرع فلسطين. سألني رئيس المهجع، قال لي أنت واسطة؟ قلت له لا والله أنا لا واسطة ولا شيء، يعني مسلح إرهابي هيك جرمي. استغرب، قال لي ليش جايبينك لهون؟ قلت له والله ما بعرف، هم جابوني لهون، وشو السبب ما بعرف. قال لي هسه بنسأل السجان، هذا رئيس المهجع اللي كنت فيه. اجى السجان، سألته قلت له مشان الله يا سيدي ليش جايبني لهون؟ قال لي خلاص امورك بخير. والله بالحرف الواحد هذا اللي عم بحكي لك اللي صار معي. كان انا لازم فيما بعد شو كان صاير؟ اي بس طلعت عرفت شو السبب. شو كان السبب لمجيء؟ السبب كان في احد الاشخاص صديقي لي عامل لي واسطه، نعم، انه يخفف عني او يحولني على محكمه الارهاب. اي باحد المبالغ الماليه دفعها كبيره، تحولني لمحكمه الارهاب وما مشي الحال. تقديريا 33,000 دولار. نعم، ما مشي الحال. وما مشي الحال. ما مشي الحال. هي الاموال لوين راحت؟ هي الاموال اللي سلمها لاحد الضباط نعم متواجدين في فرع فلسطين.